السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم العربيات الاقتصادية الأوتوماتيك في مصر، العربية BYD F3. هنتكلم عن العربية من حيث المميزات والعيوب. العربية من الخارج شكلها وتصميمها بسيط وكلاسيكي وبعيد كل البعد عن الرياضية، بشبكة كروم مع فوانيس هالوجين. من الخلف التصميم بسيط مع علامة BYD، وهو تصميم يناسب الفئة السعرية الاقتصادية. العربية تجميع محلي من شركة الأمل، والعربية جاية فئتين: الفئة الأولى مانيوال والفئة التانية أوتوماتيك. العربية من الداخل الصالون واسع، لكن المساحات الداخلية محدودة. في الكنبة الخلفية المساحة معقولة، لكن نفق الفتيس بيصعب من جلوس 3 أشخاص. العربية بتيجي بجنط سبور 15 بوصة. الأمان هنا محدود شوية، وستين هوائيتين زائد EBS زائد EBD. تجهيزات العربية: تكييف، 4 زجاج كهرباء، سنتر لوك، بلوتوث في الفئة الأعلى. يعني مش رفاهية عالية، بس بتدي الأساسيات. وبالنسبة للأداء والموتور، هو عملي بشكل كبير. الموتور 4 سلندر و1500 سي سي مع 108 حصان مع فتيس CVT. العربية من 0 ل 100 بتوصل تقريبا في 12 ثانية. BYD أوتو هي شركة صينية تأسست سنة 2003 كفرع من مجموعة BYD Company Ltd اللي بدأت نشاطها من التسعينات في مجال البطاريات وإلكترونيات الطاقة. الشركة اختصار اسمها يعني Build Your Dreams. تعتبر النهاردة من أكبر شركات السيارات الصينية، وبتتخصص بشكل كبير في السيارات الكهربائية والهجينة بجانب سيارات البنزين التقليدية. موجودة في أكتر من 70 دولة حول العالم، وبتعتبر الصين سوقها الأساسي، لكن اتوسعت بقوة في أوروبا، أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. دخلت BYD السوق المصري بشكل رسمي حوالي سنة 2007 عن طريق شركة الأمل للتجارة الخارجية. هي نفس الشركة اللي بتمثل لادا في مصر. أول موديل نزل كان BYD F3، وحقق نجاح كبير لأنه كان أرخص سيدان أوتوماتيك في مصر في وقته، ومعروف إنه قريب جدا في الشكل والتصميم من تويوتا كورولا القديمة موديل 2006 تقريبا. الشركة ركزت في مصر على توفير سيارات اقتصادية بسعر مناسب عشان تناسب الطبقة المتوسطة. من أشهر الموديلات اللي نزلت في مصر BYD F3 الأكثر انتشاراً، BYD L3 نزل فترة قصيرة، BYD F0 هاتشباك صغيرة نزلت أعداد قليلة. BYD F3 لسه واحدة من أكتر العربيات المنتشرة في الشوارع المصرية، خصوصاً مع وجودها كسيارة تاكسي أبيض. ولو اشتركت وعملت لايك وتابعت الفيديو للآخر، هتعرف سعر العربية وأهم المميزات والعيوب. العربية من فئتين: سعر الفئة الأولى مانوال 650 ألف جنيه، سعر الفئة الثانية أوتوماتيك 730 ألف جنيه. والسعر هو من أهم مميزات العربية مع توافر قطع الغيار. بالنسبة للعيوب، أهمهم أن العربية الثبات على السرعات سيء، وكذلك عزل الصوت من الداخل. العربية خامتها كلها بلاستيك، وندرة في مساحات التخزين، مع وجود نفق فتيس يصعب الجلوس ل3 أشخاص في الكنبة الخلفية. وفي النهاية BYD F3 خيار عملي واقتصادي لو عايز عربية أوتوماتيك رخيصة.